خشي يا عروسه، خشي اتفضلي بيتك ومطرحك. شكرا شكرا، اتفضلي يا عروسه بيتك ومطرحك. تعالي خش. مين دي يا عمر؟ مراته. انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، واظن ده حقي، ما عملتش حاجه في الحرام يعني. انت مش قادر تستحملني يا عمر؟ على طب فكرة يعني ما انت عارف انها جت وانا معاك، يعني الحرق ده عادي عمر يعني. فين غرفتي يا عمر؟ اول واحده على ايدك اليمين. بصي، محدش فينا بيختار حياته ولا بيختار اللي ربنا بيكتبه له، بس ده حقي، وانا مش هقصر ما بينكم انتوا الاتنين، بس من حقي ان انا اتجوز برضه. بس مش بالصدمة دي، حرام عليك. وشك بقى صعب جدا، انا عملت لك عمليات تجميل كتير ومش نافعه برضه، وبرضه مش هسكت واسيبيها على الله. وانا ذنبي ايه طيب ان انا وانا ذنبي ايه ان انا استحمل؟ انا برضه عندي مشاعر وعندي احاسيس، حس بيا انت كمان، وانا قلت لك مش هظلمك. كل ده عشان اتحرقت؟ حرام عليك، ليه تعمل فيا كده؟ ايه يا حياتي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه رايك في الشقه؟ حلوة قوي. قول لي صحيح، انت ازاي كنت مستحمل الجربوعة دي؟ بصي، ما مش الشكل ده بتاع ربنا، هي كانت شكلها كويس جدا، بس هو اللي حصل لها ده يعني محدش بيختار اللي ربنا كاتبه له. بقول لك ايه يا عمر، خير. انا عايزة ابقى هنا الملكة، بمعنى انها تبقى تحت طوعي. والله دي ترجع لك انت بقى، تعمل انت وهي، وانا برضه ايه هقول لها ان انت الملكه وانت اللي في البيت وانت اللي تدي الاوامر والكلام ده كله، فانت بقى وشطارتك. تمام يا عمر. وحاجة تانية، اتفضلي. عايزة كل يوم الاكل الساعة 12 يكون في غرفتي. هخليها تعمل لك الاكل، حاضر، بس ده هيبقى اول اسبوع بس. يعني ايه اول اسبوع؟ يعني بعد كده بقى انت مشي الدنيا معاها، انت وشطارتك بقى. ماشي ماشي. يا عمر. بقولك ايه، تقومي كده تعملي لي اكل. وانا شايفاني خدامه يعني؟ بقولك ايه، انا هنا الملكة، يعني كلمتي واوامري يتسمعوا بالحرف. ده ازاي ده بقى؟ بالنسبة اسمعي بقى، بقولك ايه، اسمعي بقى الليسته اللي هقولك عليها دي. انا بقوم الساعة 11 الظهر، الاقي الفطار موجود على السرير. طب وانت شايفاني خدامه؟ اسمعي، الساعة 4 يكون الغدا موجود على السفرة. بعدين يعني مين اللي قالك انت تكلميني كده؟ اللي بقول عليه يتنفذ، عمر عارف بالكلام ده. اوكي، قومي اتفضلي اعملي لي اكل. ماشي. هو ايه القرف ده؟ ايه ده؟ ايه الاكل ده؟ بعمل اكل زي ما انت ما شايفه يعني، اعمل ايه طيب تاني؟ ايه القرف ده؟ ما بتنضفيش المطبخ ليه؟ طب ادام انت مش عاجبك قوي كده ما تيجي تساعديني. لا ما بساعدكيش يا حبيبتي، انت هنا يعتبر خدامه. لا والله انا مش تسمعي خدامة. اوامري، تسمعي اوامري وكل اللي هقول عليه يتعمل. المطبخ ده مش عايز، ريحته بقت مقرفه، الزباله دي تترمى دلوقتي. خلاص بقى طيب روحي. صوتك ما يعلاش تاني، اوكي؟ نص ساعه بس قدامك والاكل يكون قدامي. هو في ايه؟ انا بنادي عليكي بقالي ساعه. انت بتعيطي؟ تعيطي ليه يا ست هاني؟ والله شوف بقى الهانم التانية مش عارفة بتعاملني وحش ليه، محسسة ان انا خدامة. عشان انت حاسه ان انت اقل منها في كل حاجه بسبب اللي عندك في وشك، قلت لك عادي تأقلمي، محدش بيختار اللي ربنا كاتبه له، رضينا وقلنا وحمدنا ربنا. ما تزعليش ان انا اتجوزت عليك، ده حقي، ايه المشكله يعني؟ يا عمر انا ما قلتش حاجة، انا والله العظيم ماشية الدنيا وبعملها اكتر، يعني اكتر من اختي كمان، مع انها يعني ضرتي. انا بصراحه بشوفها كويسه وبتعامل بما يرضي الله، ما شفتش غير كده. انما انت بقى اللي عايزاني اجيب لها شقه بره وتاخدي الشقه دي تبقى انت الملكه، عرفيني. بتعملي مشاكل من غير مشاكل، عرفيني. انا ما قلتش كده، بس يا عمر خليها ملهاش دعوة بيا. طيب هي ما بتعملش حاجه، انا مراتي ما بتغلطش، فمشي الدنيا عشان الله يبارك لك الواحد على اخره، مش هيبقى بره وجوه، اتفقنا؟ ماشي يا عمر. ايه القرف ده؟ يا انت يا زفته اللي اسمك سهير، هو في ايه صوتك عالي ليه؟ ايه القرف ده؟ الحاجات دي كلها على السرير ليه كده؟ انت عايزاني اعمل لك ايه طيب؟ عايزه ده يتظبط حالا. حاضر. اتفضلي شوفي شغلك. مش
هتساعديني طيب؟ اساعدك في ايه؟ يلا حالا. انتوا بتعملوا ايه؟ انت طبقها بتعملي ايه؟ الهدوم. بتطبقي ايه؟ الهدوم ليها. طب اطلعي بره شوفي انت بتعملي ايه. اطلعي روحي اوضتك. جت امتى؟ ايه؟ جت امتى يا حبيبي؟ جيت من الشغل بدري. هي بتطبق هدومك ليه؟ لا ده هي انا تعبانه فقالت لي انا هعملهولك وكده عشان انت تعبانه واستريحي انت. هو انا هسألك سؤال. هو انا لما قلت لك في اول الجواز ان انت وهي يعني ايه تشيلوا بعض، ما كانش قصدي ان انت تشغليها خدامه، عشان دي برضه مهما كانت مراتي واستحملتني وكنا مع بعض على الحلوه والمره، ومش عشان اللي في وشها ده فانا اجي عليها. انت عارفه ان انا ما برضاش بالظلم. انت بتعامليها حلو ولا وحش؟ انا بعملها كويس جدا. اتمنى فالمنظر ده ما اشوفهوش تاني. اتمنى. انا ممكن ابيع اي حد يجي على حد غلبان، وهي عشان غلبانه واهلها وافقوا انها تكمل معايا وانا متجوز التانية، يبقى ما نجيش على الغلابه. اتفقنا؟ لو طلعت تكذبي عليا هتشوفي مني وش تاني. قومي اعملي لي الاكل. انا مش عايز اكل من ايدي، انا عايز اكل من ايدك انت. بعد اذنك يلا اتفضلي. عاملة ايه؟ خير. جايه قاعده جنبي ليه؟ عادي يعني اختي، يعني بعتبرك اختي مع انك كده، بس عادي. اختك؟ ايه اختك دي؟ وبعدين ايه الروج اللي انت حاطاه ده؟ انت مفكره اما تحطي روج هيبقى هتحلو في نظره؟ حبيبتي هو شايفك واحده محروقه، مش هيبصلك. على فكرة انا مش ذنبي ان انا ابقى محروقة يعني. مش ذنبك؟ مش ذنبي، انا اتحرقت كده مع ان انا كنت مولودة عادية، بس ده مش ذنبي والله، ده مش ذنبي. المفاجأة دي قلت لك ان انا رايح الشغل وطلعت لك من البلكونة عشان اكشف اقذر انسانة قابلتها في حياتي. لا عندك رحمة ولا دين. انسي ان هي مراتي. دي مش انت مراتي، بتكلمني انا كده؟ دي واحدة من الشارع. خلي في قلبك رحمة. بتعايريها بحاجة هي ما اختارتهاش ليه؟ الجمال اللي انت فرحانة بيه وبابي ومامي ده ممكن يروح في ثانية وترجعي تعيطي تقولي يا ريتني ما عملتها كده. داين تدان. تمام؟ واللي انت عملتيه فيها ووصلتيها للمرحلة دي ممكن تحصل لك في ثانية الا ثانية، وساعتها هبيعك انا كمان. محدش فينا ضامن يفتح الباب ده كده يلاقي نفسه عايش. لا ممكن ما يقوم انت بعد نفسك ثانية ما واحدة. كنتش قابل بشكلها عشان كده اتجوزت. اتجوزت بس ما عيرتهاش. عمري في حياتي ما جيت عليها، عشان كلنا فينا عيوب، مفيش حد فينا سليم. انتي من النهارده مالكيش عيش في البيت ده. تاخدي شنطتك وانت طالع، وبيت 3 اللي ما شرفنيش عيش مع واحده زيك لا عندها قلب ولا رحمه ولا دين في قلبها. اتفضلي. وانتي جزمتك فوق راسي، وانا اسف وحقك عليا. براحتك يا عمر، اعمل اول اللي مره انت في حياتي عايزه. اختار غلط بجد. ندمان عليهم اللي شفتك فيه وعرفتك فيه.